في حديث صحيح مسلم عن سيدنا زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوشك أن أدعى فأجيب. أوشك أن أدعى فأجيب أي ينتقل إلى الرفيق الأعلى. إذن القضية مرتبطة بأنه سيترك فينا صلى الله عليه وآله تركة ميراثا نبويا. أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله، ثم حث على كتاب الله، ثم قال: والثقل الأصغر هم أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ثم أقام سيدنا علي عليه السلام وقال: اللهم من كنت أنا مولاه فعلي مولاه. اللهم من كنت أنا مولاه فعلي مولاه. إما أن يكون أسلوبا خبريا أو أن يكون أسلوبا إنشائيا. أسلوبا خبريا أخبر عن هذا أن كل من كان سيدنا رسول الله مولاه ستجد سيدنا علي مولاه. وإما أن يكون أسلوبا إنشائيا أي أنها دعاء: اللهم اجعل كل من كنت أنا مولاه اجعل سيدنا علي مولاه فيكون مواليا. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذه لا شك أنها جملة إنشائية دعائية. وورد في المسانيد أنه ساداتنا الصحابة من بعد هذا هنأوا سيدنا علي وبايعوه على هذا المعنى. ومنهم سيدنا عمر رضي الله عنه فقال له: بخ لك يا علي قد صرت ولي وولي كل مؤمن من بعدني صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يتكلم عن الولاية وعن الإمامة وليس عن الخلافة، باش ما ندخلوش في الخلاف يعني، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا زال حيا ظاهرا بين أيديهم صلى الله عليه وسلم. الولاية وردت في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه الصورة التي ورد فيها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن الولاية مرتبطة أن يكون صلى الله عليه وآله وسلم ولي المؤمنين. هذا معنى مرتبط بمستوى أعلى مستوى من مستويات الإيمان التي هي الولاية، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فالولاية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، والولاية من المؤمنين لله سبحانه وتعالى. هذا الذي نسميه نحن بالاصطلاح ولي الله. على ماذا؟ هل هو والى الله سبحانه أم أن الله والاه؟ على المعنيين جاءت في القرآن الكريم. إنما ولي الله، وجاءت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالموالاة يعني بمعانيها وردت في القرآن الكريم، فلعلها من جهتين دائما تكون هكذا. كذلك النبي أولى بالمؤمنين، هو يوالينا صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نواليه. اللهم من كنت أنا مولاه فنحن نوالي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم هنا بولاية الله له، ثم ولايته هو للمؤمنين، ثم ثلث بولاية سيدنا الإمام علي عليه السلام للمؤمنين من بعده. فالإشكال مسألة أن تدخل قضية في الخلافة وكذا، هذه يعني زائل. لماذا؟ لمعنيين: الأول أنه لا زال حيا صلى الله عليه وسلم بالحياة الصورية، وقد جعل سيدنا علي نصبه إماما. إذا المسألة مرتبطة بالإمامة. قال: إني جاعل في الأرض إني جاعلك للناس إماما. مولانا سبحانه يقول لسيدنا إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. إذن الإمامة تسري في ذرية سيدنا إبراهيم على معنى سنذكره إن شاء الله. هذه الإمامة ما هيش الخلافة، فالإمامة شيء معنوي. لهذا نجد ساداتنا دائما يقول لك الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي الرضا، فجعلت الإمامة تسري فيهم وبالأصالة فيهم هم،
ثم ميعت من بعد هذا. والولاية على هذا المعنى كذلك. وقد ورد في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أنه جاء وفد من الأنصار إلى سيدنا الإمام علي عليه السلام وهو في الكوفة، فدخلوا عليه وهو في الرحبة فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال سيدنا علي، وكان على رأسهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال: كيف أكون مولاكم وأنتم عرب أقحاح؟ قديما كانت المولى تقال للعبد أو لمن يكون خارج العرب ويدخل وهو مولاهم، أي داخل تحتهم. فكل اللي نقولوا احنا كل يعني الذمي حينما يدخلوا تحت المسلمين، كانت العرب باش يدخلوا واحد ويكون ساكن معاهم وهو مش عربي نقولوا مولاهم. قال: كيف نكون أنا مولاكم وأنتم عرب أقحاح يمنيين؟ يعني عرب الأنصار عادة يعني هم الأصل يمنيين. فقالوا: أنت مولانا لأننا سمعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. فالحادثة هذه حادثة غدير خم كان فيها جل سادتنا الصحابة كما هو معلوم، في تكامل عدد سادتنا الصحابة في حجة الوداع حجوا كلهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللزمان دلالته وللمكان دلالته وللمرحلة دلالتها كذلك. وحتى الحادثة عندها التصوير إن صح التعبير الفني له دلالته، أن يقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن يوقف سيدنا علي بجنبه، ثم أن يرفع يده. كل هذه المعاني لها دلالاتها. كان بالإمكان أن يتكلم كما كان يتكلم في سائر الأمور جالسا صلى الله عليه وسلم، أن يقف فيعطيها مكانه. ثم أن يوقف سيدنا علي كان بالإمكان أن يقف ثم يخطب ويقول لهم افعلوا ولا تفعلوا كما كان يخطب في المنبر، ولكن أن يوقف سيدنا علي بجنبه أن يكون واقفا ويراه الكل. ومعانيها تحتاج إلى تفصيل، ولنا فيها رسالة فصلنا فيها أسرار هذا. وأن يرفع يده الشريفة كذلك لها دلالتها. ثم أن يقول صحابي بمثل رتبة سيدنا عمر صرت مولاي، وصحابي بمثل رتبة سيدنا أبو أيوب الأنصاري من سادات الأنصار يقول مولاي على سيدنا علي. إذا نظروا إلى سيدنا علي بمفهوم الولاية الباطنية وليست مفهوم الخلافة الظاهرة التي هي على أمر الشورى، ربما تكون له وربما لا تكون له.